عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. تتمه ديال الجلابه اللي صيبت معكم الرشمه، وبطبيعه الحال صيبت جوج انواع ديال الطرق ديال الرشيم. بطبيعه الحال درت الطريقه الاعتياديه اللي معروفه وباينه، والطريقه الحصريه اللي شاركت معكم لاول مره. والفيديوهات دابا نحط الرابط ديالهم في صندوق الوصف. دابا غادي نديرو التتمه ديال الجلابه. بالنسبه للجلابه ها هما الكمام ديالها هكا جاو. بطبيعه الحال هذا القب وهادو الكمام. هذا الكم هذا مازال ما قطعنا له التشنيف ديالو، الراس ديال الكم. وهذا القب اللي خدمت هكا جا. الشكل النهائي ديالو غادي تشوفوه كيف ما كنت قلت لكم على القب اللي كيكون فيه تطريقه في الوسط. هانتوما كتشوفوا جات الخدمه، خدمت عليه وحيدت هاد الزوائد اللي كيكونوا هنايا، حيدتهم وخدمت عليه. دابا فاش غادي ندير هكا نقطع هاد البلاصه هادي بالكاويه. بطبيعه الحال ها هو ما غاديش يبان مازال نهائيا باللي هنايا كان مطرق ولا بان داك العيب ديال التطرق، ما غاديش يبقى نهائيا. الاهم هو انكم تجيبوا الخدمه على هاد البلاصه هادي. ودائما القب هذه واحد المعلومه بالنسبه لاي كليانه بغات انها تخدم القب بهذا النوع ديال الرشمات اللي كيكونوا فيهم تشنيف في القب وكيجي القب مقلوب. دائما خص يكون القب كبير، ان من هذه الجهه اللي من هنا لتحت خصو يكون كبير باش يلاه يجي الا تقلب القب، يجي يبقى القب كبير. المهم المعلومه اللي غادي نعطيكم هي انني كنخدم بهذا النوع ديال الكاويه، كيكون الراس ديالها رقيق بزاف. وهذا النوع هو هذا هو النوع باش كنخدم. الراس ديالهم رقيق، وبطبيعه الحال اللي فاش كنلقاوهم الراس ديالهم ماشي رقيق كتقدروا تديوها عند شي حداد اللي يكون كيعرف وانه يرقق لكم هذا الراس، كيرققوا في الماكينه. وبطبيعه الحال دائما فاش كنبغيو نخدموا الكاويه ديالنا كيكون عندنا واحد الطرف ديال الكرتون باش اننا بهكا فاش كتحرق لينا كنمسحوا فيه بحال هذا الشكل هذا، كندخلوا فيها الراس بحال هكا. دابا غادي ناخذوا لكم ونشارك معكم طريقه ديال انكم كيفاش تكويو. دائما الا كنتو كتكويو على برا، حيت كاين الاخوات اللي فاش كيخدموا كيبداو كيكويو في المرمى وهي خدامه قبل ما تحل المرمى كتكوي. انا لا، انا حتى كنسالي ماشي مشكل، بحال غير كيف ما قلت لكم دائما واحد الحاجه ثقيله تكون حداك هنا باش تبقى شاده لك الثوب، باش ما يبقاش الثوب، حيت الا هزيتيه وبقيتي هكا كتكوي تقدري انك يبقى يلعب لك الثوب في يدك وتقيسي شي بلاصه اخرى من غير البلاصه اللي غادي تكوي فيها. اذا دائما من الاحسن انك تبركي على الثوب بحال هذا الشكل هذا وصافي. بهكا كتقبطي الكاويه ديالك وكتدوزيها، ولكن حاولوا ما امكن ان يديكم تكون خفيفه باش ما يبقاش لكم الثوب من هنا محروق بزاف، ان ما يبقاش لكم الثوب محروق من هاد البلاصه هادي. هانتوما كتشوفوا. دابا نوريكم كيفاش شنو كنقصد. اذا فاش تكونوا كتكويو حاولوا ما امكن تكون يديكم شويه خفيفه على الثوب باش ما يبقاش لكم الحراق بزاف، وباش ما تجيكمش البياسه قاصحه، يعني تجيكم من هاد البلايص اللي كيتكوى فيهم تجيكم كتجرح، وتجيوها من الفوق من الوجه ديال الثوب باش لداخل ما يكونش باش لداخل اللي كيقيس الجلده ديال السيده باش ما يبقاش يتكها، حيت كاينين بزاف كيكويو من الداخل ولكن المشكل اللي كيلقاو هو ان البياسه كتولي كتك
يعني من الأحسن أنكم تكويوها من الوجه من الفوق، يكون احسن. وفاش كتشوفوها كدير لكم الدخان بحال هذا الشكل، يعني سخنات، تقدروا كتحيدوا البريز وكتخدموا بها بلا بريز. ها نتوما كتحيدوها من الضوء حتى كتبرد لكم عاوتاني، عاد كترجعوه باش بهكا ما تسخنش لكم بزاف وتبقى تحرق لكم بزاف الثوب. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. الا استفدتوا ديروا له جيم وحطوا تعليق باش يستافدوا اخوات اخرين ويوصل لاخوات اخرين. واللي كتشوف القناه لاول مره دير تفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. وبالتوفيق للجميع، ومرحبا بتساؤلاتكم في التعليقات. بهكا كيجي هذا هو الشكل النهائي بالنسبه للكمام، كيجيو بحال هذا الشكل. والقب هو هذا كيجي هكا كيف ما راني شرحت. كاين اللي كيبغي القب يكون هكا مقلوب، وكاين اللي كيبغيه يكون على ما مقلوب شيء. في هذه الحاله هذه اللي القب اللي كيكون ما مقلوبش خاصنا نخدموه بطريقه بوحديتها، انه كنرشمو الرشمه كتجينا هكا على هاد البلاصه هذه من هنا لهنا. وهاد المساله راني شرحتها في الرشيم ديال القب، ولكن بغيت وعدتكم انني غادي نشارك الشرح ديالها من بعد ما يتسالى ان شاء الله، من بعد ما سالات باش تفهموا شنو كنقصد. هذا هو الوجه، هذا هو اللي هنايا غادي تكون، هنايا غادي يبدا الملاقيه ديال الجلابه. وهذا هو القب. نورمالمون كاين اللي كيدير اننا نرشمو هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه هذه على الوجه، وهذه كنرشمو الرشمه على الظهر. هاد البلاصه كامله للور كتكون الرشمه ديالها على الوجه. علاش؟ باش انها اللي بغات تحط القب بحال هاد الشكل وتلبسو هكا يجي القب واقف. ها نتوما يجي القب واقف بهذا الشكل، يجي القب واقف بهذا الشكل. ما خصناش، انا بطبيعه الحال مازال ما فينيتوش، مازال غادي نفينيه. ما غاديش ما كنخليش البياسه هكا، ضروري غادي نفينيها. هذا غير باش للتصوير، باش نعطي البياسه لمولاتها. ها نتوما هاد البلاصه كان خاصني نطرز هنايا، نطرز هنا. ها هي هاد البلاصه خصني نطرزها، وهاد البلاصه تجي في الوجه، وهاد البلاصه يكون الوجه ديال الطرزه. ولكن الكلي انا باغاه يكون مقلوب بهذا الشكل. داكشي علاش خدمناه هكا، باغا تلبسو مقلوب. وهذا الشيء كيرجع للذوق ديال كل وحده بطبيعه الحال. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ديروا له جيم باش يوصل عدد اكبر من الاخوات.